جديد عادت الفتنة الطائفية لتطل برأسها على مصر، وتحديدا في قرية دهشور بمحافظة الجيزة. هذه المرة اشتعلت على خلفية شجار بين مكوجي قبطي وكهربائي مسلم بسبب حرق الأول لقميص الثاني، ليتطور الأمر. خطاب يا نجاري! ايه في الثلاجة بص. يا ابن الصندوق! اقول له اهو يا خطاب يا خطاب يا نجاري يا موجة يا موجة يا موجة يا موجة. يا موجة يا محمد الحمد لله على السلامة يا عزوز يا محمد يا الكهرباء بس يا احمد ابو فيصة واحدة الشهراء ما تعملش عاف ارمي تحت ارمي تحت. اللي هو الدكتور محمد مرسي هو مسؤول عن اللي بيحصل ده، ومش كل مشكله تحصل بين مسلمين ومسيحيين نفوجئ ان الكنايس هي اللي تبقى مصدر رئيسي ليهم وبهدمها، وفي نفس الوقت كل المسيحيين تتهجر. احنا عشان سكتنا عشان اول مره في العمريه واتحلت ودي واتحلت بالعرف، فكده عشان سكتنا فبقى مبدأ رئيسي ان هي دي بقى خلاص مشكله كل المسلمين، ان هم اي مشكله تحصل بين المسيحيين والمسلمين نبص نفوجئ ان يطلع ناس تهد البيوت وتسرق وتنهب وتحرق البيوت، وخلاص على كده بقى مبدأ عادي اساسي ماشيين عليه، وده مش هينفع. والمفروض ان احنا كان الكلام ده قبل ما يكون في رئيس، وكنا بنقول ان في مفيش امن، لكن دلوقتي في رئيس للجمهوريه. اذا كان المبدأ دلوقتي هو موجود قبل ما يبقى في ان تكون يطبقوا الشريعه، امال لما يطبقوا الشريعه هنعمل ايه؟ احنا بنطالب دلوقتي بدوله مدنيه، امال هم لو هم في دوله مدنيه وما عملناش اي حاجه بقوا دلوقتي بيقتلوا فينا ويطردوا الناس. هم لما بقى يأسسوها ويخلوها دوله دينيه يبقى هيعملوا فينا ايه؟ ويقول لك المسيحيين ليهم حقوق. فين الحقوق بتاعتنا؟ فين الحاجه اللي احنا بتاعتنا اللي احنا المفروض ان احنا بنطالب بيها؟ احنا عايزين حقوقنا، والمفروض ان مفيش حاجه تحصل ويكون في حكم لكل الناس اللي مسؤوله عن اللي حرقت وكل الفلوس اللي اتسرقت دي كلها. اللي ابونا قال عليه ان في واحد بيقول ان هو في 2 مليون جنيه خسائر عنده، المفروض ان هو يتعوض، ومش معقول ان احنا بنعوض بالفلوس، لا احنا في عايزين يكون في قوه وفي حكم على الناس دي. زي الزفت البيوت كلها اتنهبت. الامن طلع الناس بره وبموافقه الامن، والامن بعد ما طلع الناس بره خلى الاهالي نزلوا عملوا كل حاجه. الامن مش مسيطر على البلد خالص، مفيش امن في الاصل. فحضرتك الموضوع دلوقتي شمل المسيحيين كلهم مفيش ولا مسيحي في البلد دلوقتي.
موجودين النهارده قدام مديريه الامن عشان نعتصم او نتظاهر او وقفه احتجاجيه سلميه علشان نحمل مسؤوليه تاجير دهشور للحكومه المصريه وعلى راسها الدكتور محمد مرسي، لان هو تعهد لما اقسم القسم الدستوري امام المحكمه الدستوريه العليا ان يحافظ على الوطن ووحده الوطن. واللي يهجر في دهشور، واللي يهجر في دهشور هو اللي بيقطع النور. يوم الجمعه اللي فاتت لحد امبارح ادت الى تهجير 150 اسره، اي ما يقرب من 600 شخص. لهم مأوى اخر، يعني معظم الاشخاص اللي تم تهجيرهم موجودين على بعد امتار داخل مطرانيه الجيزه. بالاضافه الى ان الاشخاص دول اذا استتب الامن ورجعوا لاماكنهم مش هيلاقوا اماكن يعيشوا فيها. لا هيلاقوا بيوت يقعدوا فيها، لا هيلاقوا محلات يسترزقوا منها، لا هيلاقوا اي معيشه. البيوت اتحرقت، المحلات اتنهبت واتحرقت واتسرقت، يعني احنا داخلين على دمار. عندنا مبدا مهم جدا ان كائتلاف اباط مصر كمنظمه حقوقيه ان التهجير صفه بعيده تماما عن تحضر اي دوله واي نهضه ليها. كلمه تهجير في حد ذاته ان هناك غياب لسياده القانون، وبالتالي يلتجئ اشخاص خارجين عن القانون الى اعمال بلطجه وعنف، وبلطجه وعنف طائفي. هي الداخليه، هي الداخليه، رفع شعار البلطجيه، رفع شعار البلطجيه. حكم المرسي باطل، حكم المرسي باطل، حكم المرسي باطل. الحقيقه احداث دهشور دي لازم نحطها في حجمها الطبيعي، هي مجرد حلقه في سلسله. انا ما بقولش ما بسميهاش زي العامه وما بيطلق عليها وسائل الاعلام ان دي فتنه، لا مش فتنه، دي سلسله وحلقه من حلقات اضطهاد الاقليات المسيحيه في مصر. النهارده بنلاقي تهجير اسر مسيحيه في قرى، بكره هنلاقيها في مراكز، بعد كده هنلاقيها في محافظات. ما نستبعدش ان احنا بعد فتره معينه نتشبه بالسودان، ان يكون هناك شمال مسلم وجنوب مسيحي. اللي يهجر في الاباط، اللي يهجر في الاباط، بكره البلد من الاستعباط، بكره البلد من الاستعباط. في دهشور هدوا البيوت، في دهشور هدوا البيوت، مش هنسكت لو هنموت. واحد اثنين القانون ما خدش حقي، ماشي انتوا تاخدوا حقكم منه هو، مش مني انا، مش من اخويا، مش من ده، مش من ده. مدنيه مدنيه مدنيه، هنحسبها مدنيه، هنحسبها مدنيه. اللي حصل ده تهريج، عشان مثلا واحد مكواجي يحرق قميص لواحد ويجي يقول له يعني اجيب لك غيره، وبعدين ما وافقش، راح جاب له هدوم ثانيه، ما قال له المكوه الثانيه ما بتعجبكش فبلاش اعملها، هنهال عليه بالضرب وحرق البيوت. طبعا ده حاجه يعني مش كويسه بالنسبه لنا. والاقباط طبعا انت عارفه ان هم يعني ايه، المسيحيين بالذات غلابه، يعني ما لهمش غير ربنا. احنا معانا الرب يسوع، احنا معانا الرب يسوع. تعالى شوف احداث دهشور، تعالى شوف احداث دهشور، تعالى شوف احداث دهشور. عايزين نشتغل يا عم. انت مالك يا عم؟ نشتغل ونخرج يا عم، مش قادر تروح. طلعوا من البيوت. على الصورة يا رايح، الصورة هي انت شايف نصر المسيحيه لا دهشور، نصر المسيحيه هم احنا هم، ولا حد رجع ولا حد راح.